السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ والله بصوا بقى، انا كده يعني انا اتعقدت اصلا من الارانب ديت، وملحقش افرح بحاجه. انا بقالي فتره على الكلام دوت، فمش عارفه الواحد يعمل ايه بصراحه. يعني انا قبل ما اخرج من شويه، من ساعه، مش هقول لكم من الصبح ولا بتاع، انا كل شويه اسيبهم واخش، اسيب المحل واخش اطل عليهم والاقيهم. والله العظيم من ساعة، بس مش هقول لكم من كام ساعة، من ساعة كنت لسه هنا وراضعين وزي الفل وسخنين وزي الفل ومأمنة عليهم ومفيش اي مشاكل. اما انا الوقت دخلت اتصدمت. كلهم، كل الارانب اللي اتولدت ماتت. قايله لكم كذا مره ان انا ما بزعلش على الحاجه دي، بس انا اول مره ازعل بالطريقه ديت. لا، زعلت عليهم جامد. الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه. يعوض ربنا. انا مش عايزه اوريهم لكم، بس اللي هو عايز يشوف يشوف، اللي مش عايز يطلع من الفيديو. بصوا المنظر، بصوا دخلت لقيتهم كلهم كده ميتين اهم. بصوا الارنب واكل، عشان تصدقوني ان انا لسه كنت عندهم. بصوا والله العظيم واكل وبطنه مليانه ازاي. بصوا دخلوا عملوا حمام عليهم، متلجين هما دلوقتي، متلجين. امسكي كده صور، انا مش قادره امسك التليفون اصلا. مش عارفه اصلا نور الكشاف كده. انا مش عارفه اصلا ايه اللي حصل. شايفين المنظر؟ بصوا واكلين ازاي وبطنهم مليانه ازاي. بصوا كلهم لقيتهم مرميين مقلبين بالطريقه دي. استغفر الله العظيم يا رب. يعوض ربنا، يعوض ربنا عليا. 12 ارنب، واللي اتولد هنا كانوا 2. لقيتهم مرميين بره. بعد كل اللي هي عاملاه ده. وبص كانت عامله الهيصه دي كلها، بس هي مش هي اللي عملت كده، ومش هي اللي خرجتهم بره، لا، ده التانيين اللي خرجوهم. ولقيتهم مرميين هنا اهو كده في الحته دي، متلجين برضو ومفرفرين. يعني كده 14 ارنب. يعوض ربنا عليا. كان يعني ايه، 4 5 والدات. يلا يعوض ربنا، مش مشكله بقى. انا زعلانه قوي قوي قوي، بس هقول ايه قدر الله ما شاء فعل. ربنا عنده العوض. انا مش بقول كده عشان اعقدكم، انا مش بقول كده عشان اعقد حد يا ماما. بس انا لازم اعرفكم زي ما عرفتكم ولدوا قدامهم قد ايه. مش بقول والله كده عشان اعقدكم، ولا تقولوا ده منظر توروه لنا ولا الكلام دوت. بس انا هقول لكم دول ماتوا، هتقولوا ايه دي؟ طب هي ايش يعني؟ في ناس مش هتصدق وهتقول لا ده هي خبتهم مثلا ومن العين وبتاع. والله العظيم انا بصوا، انا الوقت لما اتصلت على اختي وقالت لي مش انا قلت لك ما تصوريهمش، قلت لها انا برضو لحد دلوقتي انا ما بقتنعش بعين ولا ما عينش ولا الكلام دوت. ده غباء مننا، لان انا المفروض كنت عينتهم وكنت رضعت زي ما كنت برضع. بس انا لما لقيتهم سخنين وهي داخله طالعه عليهم ومراعياهم 100 ما فكرتش لحظه ان هم هيحصل كده، هيموت 1 2 3. انا غلطانه اصلا ان انا سبتهم والله. بس انا كان صعبان عليا ان انا اشيلهم منها وهي داخله طالعه عليهم وازعلها. بصوا هي عامله ازاي، عماله بص يا عيني عماله تلف عليهم. وانا اصلا لقيتها قاعده عليهم برضو. يعني انا لما جيت شفتهم الوقتي لقيتها قاعده عليهم. بصوا يعني هي عايزه تخش لهم. شايفين؟ ما بتتنقلش من هنا وما بتتنقلش على الخشبه اللي انا حطاها على الطوب. يا اما من جوه عندهم. لا هي دي ما غلط، يعني الغلط مش مع ديت، الغلط عندنا، ولا حتى في اللي هم موتوهم. الغلط عندنا ان انا سبت لهم يعني ان انا
انا مش اهملت فيهم والله، كل شويه كنت بخش، هعمل ايه تاني؟ كل شويه كنت بخش اطل عليهم، هعمل ايه تاني يعني؟ انا مش فاهمه هو في ايه اللي حصل. انا ما كنتش بحس بتربيه الارانب بالمنظر ده، بدليل اللي قدامكم دول كلهم انا ما حسيتش بيهم والله. يعني ما عانيتش بيهم وما حصلش اللي بيحصل الوقت ده خالص. يا اما يولدوهم في الارض ويدوسوا عليهم ويعوروهم ويفترسوهم، يا اما منظر انا ما توقعتش بصراحة. المنظر اللي انا شفته وما حصلش معايا مدى حياتي، اقسم بالله ما حصل على السنين اللي انا ربيت فيها الارانب دي كلها. اقسم بالله اقسم بالله انا اول مرة اشوف منظر زي ده، ويا رب يبقى اخر مرة اشوفه اصلا. لان انا النهاردة هنام متنكدة بصراحة، يعني فعلا انا اول مرة ازعل على الحاجة دي. يستاهلوا الزعل يعني؟ يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ اكيد يستاهلوا، اكيد يستاهلوا بسبب التعب اللي انا بتعبه معاهم، بسبب الاكل اللي انا بحطه لهم، وبسبب كثرة فرحتي برضو. يعني انا مش عارفة، ما يعني انا ما لحقتش افرح بيهم اصلا. كان نفسي ان انا اوريهم لكم يوم بيوم كده بيكبروا قدامنا، واللي عايز يتعلم بيتعلم، اللي عايز يا رب يبدأ ويتحمس. يلا يعوض ربنا. بس دي خلاص علمتني ان انا زي ما كنت ماشية همشي، ان انا خلاص اي ارنب بيتولد كنت باخده بحطه في كرتونة بره وبدفيه جامد. وبرضعه منها مرة مرتين، يعني مرتين تلاتة كده كل يوم. مش هسيبه لهم تاني، حتى لو حنينة بقى مش حنينة انا مش هسيبهم تاني. يلا يعوض عليا ربنا. وانا بقى مش عارفة اتكلم بصراحة، وقدر الله ما شاء فعل، مش هقدر اقوله اكتر من كده. وربنا يعيننا على اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.